ده مش خط هجوم، ده خط دمار شامل. دي اخر حاجه انا وصلت لها في خط الهجوم بتاعي. انا بصراحه كنت محتار شويه في الهجوم، يعني مثلا كنت بخير نفسي ما بين اولي واتكنز او بوين، وفي الاخر اختياري وقع على واتكنز. واللي خلاني اختار واتكنز ان 4 ماتشات لاستون فيلا برضو ماتشات سهله، عكس بوين اللي اول ماتش عندهم ساندرلاند ماتش سهل، والثلاث ماتشات بعدهم عندهم تشيلسي ونوتنجهام وتوتنهام، ودي ماتشات صعبه جدا بالنسبه لهم. واللعيب الثاني اللي انا قررت اختاره هو جواو بيدرو، وجواو بيدرو ده مع معظم لعيبه الفانسي، وكنت برضو محتار بينه وبين ويسا لعيب برنتفورد، بس اللي رجعني عن ويسا شويه ان هو هيمشي من الفرقه بنسبه كبيره، جاي له عرض من نيوكاسل ومن توتنهام، ولو قعد فالمدرب بتاعهم جديد ومحدش يعرف اسلوب لعبه نهائي. في حين ان جواو بيدرو هو لعيب خطير جدا من ايام برايتون، وشفناه في كاس العالم للانديه عمل ايه مع تشيلسي، وتشيلسي من الفرق اللي بتروح للجون كتير جدا مع انزو ماريسكا. فانا بالنسبه لي كان جواو بيدرو هو اهم خيار اخترته في الهجوم، وحتى فضلت جواو بيدرو عن كريس وود وعن ماتيتا مهاجم كريستال بالاس. وكمان اول 4 ماتشات لتشيلسي فهي ماتشات سهله نسبيا بالنسبه لتشيلسي، فجواو بيدرو هو خيار مضمون لكل لعيبه الفانتسي. اما بالنسبه للمهاجم الثالث فانا اخترت اختيار غريب جدا بالنسبه لناس كتيره، بس انا بالنسبه لي في شويه منطقيه بس مش متاكد منه. اخترت ريتشارلسون مهاجم توتنهام، لان انا كنت بدور على مهاجم ب6.5 وما رحتش لمهاجم ليدز، لان في فرق كبير جدا ما بين الشامبيونشيب وما بين البريمير ليج. ولما اتفرجت على فيديوهات لمهاجم ليدز هو بيروح للجون كتير، بس جوانه معظمها سهله، وما اظنش ان المواقف اللي هو وقع فيها في الشامبيونشيب هيقع فيها في البريمير ليج. واخترته عن ويلبك اللي برده بنفس السعر ب6.5، لان برايتون عندهم لعيب موجود في نص الملعب اسمه مينتي. الراجل ده في الجوله التحضيريه هو لاعب مهاجم، وهو موجود في اللعب اصلا نص ملعب، فانا حسيت ان ممكن يكون في تغيير في برايتون في المركز ده، وان ويلبك بنسبه كبيره ممكن ما يبقاش اساسي. وحتى فكرت في راؤول خيمينيز، بس بدات ارجع شويه عشان خيمينيز ماتشاته صعبه، وفكرت ان انا اوفر نص مليون لايفينيلسون مهاجم بورنموث، بس برضه جبت ورا شويه. واما بالنسبه لايجر خيسوس اللي ناس كتيره جدا بتتكلم عنه، ايجر خيسوس مع بوتافوجو نفسها ما كانش بيجيب جوان كتيره، وفي فرق كبير جدا ما بين الدوري البرازيلي والدوري الانجليزي، فانا قلقت برضه شويه منه، فعشان كده ما جبتوه. فرحت لريتشارلسون، وبالرغم من ان ريتشارلسون بقاله فتره كبيره ضايع، بس اخترته لسبب وحيد بس، وهو المدرب بتاعه توماس فرانك، واظن اي لعيب بيتطور تحت ايده بشكل كبير جدا، فعشان كده اخترت ريتشارلسون. اتمنى تقولوا رايكم في اختيارات الهجوم بتاعتي، واتمنى ان هي تكون اختيارات موفقه بالنسبه لي. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس. انا احمد سينا، ناخدها ولا